ما قلت في المقدمة ان فقرتنا الثانية فقرة هامة جدا. عدد كبير جدا من شبابنا قاعدين في البيت، واللي كانوا بيشتغلوا قعدوا في البيت، ولو قلنا كمان اللي عنده شركة سياحة قعد في البيت. هي عدد كبير جدا من الشباب والرجال في حالة بطالة نتيجة للأزمة الاقتصادية وما تمر به البلد. النهاردة الحقيقة معانا 2 من الشباب الواعد اللي مؤسسين لحركة شباب ضد البطالة. النهاردة بيسعدني وجود المهندس وليد عبد المنعم مؤسس الحركة منورنا النهاردة، وأيضا الأستاذ وائل أحمد المنسق العام. أهلا وسهلا. مساء الخير وأهلا بيكم في تعامل. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب يعني الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا تهويل؟ لا صح، هو صح. دي الحقيقه اللي دي الحقيقه اللي موجوده دلوقتي، بس احنا يعني المفروض ان احنا منياس لازم ان احنا نبتدي نبني بلدنا من اول وجديد، لازم نرجع اقتصادنا زي ما كان بالظبط. يعني انا شايف ان الخطوه الاولانيه ان شاء الله الامن، وبعد كده نقدر ان احنا نرجع اقتصادنا زي ما كان واحسن بكتير باذن الله. احنا الحقيقه بالنسبه للحركه بتاعتنا متكونه في سنه 2009. الحركه دي كانت حركه اجتماعيه على الفيسبوك، لقينا ان في حركات كتيره سياسيه زي 6 ابريل زي كفايه، لقينا ان هي بتقوم بدور سياسي كويس، بس لقينا ان في مشكله ماسه موجوده في مصر في الوقت ده اللي هي البطاله. البطاله بقت موجوده بشكل كبير جدا، سواء بطاله عامه او بطاله مقنعه. وللاسف كان طبعا حضرتك عارفه في النظام السابق كان منتشر النظام المحسوبيه ونظام الواسطه، فكتير من شبابنا ما كانوش لاقيين شغل. ففكرنا بشكل عملي ان احنا نوفر في افكار على هذه الحركه عن طريق انشاء ميني بزنس لاي شاب مشترك في الحركه دي، عن طريق ان احنا بنستعين بمتخصصين يدوا دورات تدريبيه في مشاريع صغيره ممكن الشباب يستفيدوا بيها، زي مثلا عيش الغراب، زي مثلا الخزف، المشروعات الصغيره دي. والى حد كبير بعد كده بعد ما الحركه اتعرفت شويه ابتدينا نتصل برجال الاعمال عشان يوفروا لنا بعض الفرص العمل اللي عندهم، ونجحنا في ده الحمد لله. تم توفير بعض فرص العمل للشباب في الفتره دي، يعني هي ما كانتش فرص عاليه جدا بس على قد ما كنا بنقدر. يعني مش هقدر اقول لحضرتك احنا شغالنا ناس كتير في اكتر من شركات خاصه وشركات استثماريه. يعني للاسف حضرتك كان الشغل اللي قبل الثوره هو حاليا انا لسه كنت هسالك بقى. الشغل اللي قبل الثوره برضه ايه، زي ما استاذ وليد قال مقنع. بمعنى ان انت دلوقتي كنت بتدي للشاب 500 و600 جنيه. فين قانون العمل اللي يحمي ده؟ مفيش اجازات، هادي من كل حقوقه. واللي كان راضي بال 500 و 600 دلوقتي مش عايز 500 و 600. ما هو مفيش ومش عايز. بص حضرتك، ما انت برضه لو هتتكلمي 500 و 600 شاب مطالب مثلا خريج جامعه مطالب ان هو يفتح بيت ويصرف وكده. طبعا ولا حاجه. طب ال 500 جنيه هيعملوا ولا حاجه، ما يكفوش حتى مواصلات. وعاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص، ده شغلنا. ما كانش فيه قانون عمل اللي هو يحمي حاجه زي كده. تروح تشتكي ماشي حاضر، وهم طبعا بيبقوا مظبطين. كل طبعا واحد صاحب شركه عالميه وهنا وهنا رئيس مجلس اداره مظبط مع الحكومه، وفي رشاوي وفي كلام من تحت الترابيزه. طب وانت لما بتوفر له فرصة العمل مش بتضمن له كمان استمرارية هذا العمل ولا ما بتضمنش؟ دي بس هي مجرد التوفير. احنا كنا بنروح لرجال الاعمال، احنا مجموعة شباب قد كذا وعايزين شغل. في حضرتك في اللي كان بيقبل، وفي اللي يقول لك لا ما فيش مثلا مكان، وفي اللي كان بيقبل يقول لك اوكي هاتوا يمضوا عقود بكام المرتب 600 و700. طب حلو ماشي نشتغل منه. في مشاكل، في شباب كتير عايزه تشتغل وخلاص، مش مهم لحد ما نشوف بكره لما اثبت جدارتي ويمكن ان انا اتثبت. فكان بيتهدم حقهم كمان في الشغل. ما كانش فيه حاجه اسمها اجازات، ما كانش فيه حاجه اسمها مثلا تقعد مثلا بال10 12 ساعه، ما فيش اوفر تايم. هو كده هو ده الفلوس، هي دي الشغلانه. عاجبك مش عاجبك روح اشتكي او خلاص سيب الشغل، هو شغلنا كده. ده سيستم الشغل بتاعنا، فده لازم الاعاده برضه بص في قانون العمل لازم نراجعه. اوكي. يعني عايزه اتكلم معاكم كمان ان دلوقتي قلت لي ان الحركه كانت على الفيسبوك. الفيسبوك ده فجر حاجات كتيرة جدا يمكن الناس كانت بعيدة عنه، لكن أصبح دلوقتي الكبير والصغير بيتابعوا بعد ثورة 25 يناير. عايزة أعرف الإقبال ما بعد الثورة أخباره إيه؟ يعني أكيد الكم عندكم كبير جدا، أنتوا قادرين تحققوا حاجة ولا مش قادرين تحققوا حاجة؟ هو إحنا الحقيقة من أول الحركات اللي استجابت للثورة، وتقريبا يمكن 90% من الشباب اللي كانوا موجودين على الحركة نزلوا ميدان التحرير. بس بعد ما حصل انتخابات مجلس الشعب وواضح بقى ان ابتدت الدنيا تستقر وابتدى في خريطه تحول سياسي كويسه في مصر، لازم بقى رجعنا الحركه من الشكل السياسي اللي هي خدته بعد الثوره للشكل الاجتماعي تاني. الحقيقه احنا
مشكله ميدان التحرير او مشكله الاعتصامات دي انا شايف ان اول حاجه من مطالب الثوره كانت خبز وحريه وعداله اجتماعيه. ما اعتقدش ان شاب بيطمح في منصب سياسي في السن ده، انما هو بيبحث عن فرصه عمل محترمه تؤهله لمستقبل كويس. فاحنا فكرنا احنا ليه ما نرجعش بالحركه تاني للشكل الاجتماعي بتاعها ونحاول ان احنا ننشطها بعد الثوره، خصوصا ان بقى في انفتاح بشكل كويس جدا. قدرنا الحمد لله ان احنا نعمل تعاون كويس جدا مع وزاره التضامن والعداله الاجتماعيه اللي هي دلوقتي بقت وزاره التموين بقياده الوزير جود عبد الخالق. قدرنا ان احنا نوفر فرص عمل في جهاز حمايه المستهلك لشباب الحركه. في ناس تعاونت معانا بشكل كويس جدا 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 بعد الثوره. احنا شايفين ان المشكله الاساسيه في مصر والمشكله الاساسيه اللي كل بيحصل دلوقتي او في الخروج في ميدان التحرير او الاعتصامات او غيره ان الشاب فقد الامل، مش شايف بكره بشكل كويس. فاحنا بنحاول نرجع له الامل تاني، ويا ريت كل المسؤولين يتعاونوا معانا في الشكل دون. احنا حركه اجتماعيه موجوده على الفيسبوك صحيح، بس لحد ما عندنا نشاط كويس جدا وعندنا كاريزما كويسه جدا في اجتذاب الشباب. لو احنا قدرنا ان احنا نوصل بكل الشباب في مصر او نوصل لنسبه 1% بطاله زي الصين، ده هيبقى شيء جميل جدا جدا. اكيد انت محتاج اشياء كتيره جدا عشان تحقق الحاجات دي، زي ما عدد كبير من الشباب ممكن نقول ان هو فقد الامل. لازم اسالكم يا ترى انتوا كمان فقدتوا الامل؟ بس خلونا نطلع تقرير خاص بعمال التراحيل. عدد كبير من الشباب لما ما بيلاقوش شغل ممكن ان هم يشتغلوا عمال تراحيل. هجروا بلادهم بعد أن ضاق العيش بهم، تركوا أبنائهم بحثا وراء لقمة العيش، جاءوا إلى القاهرة تحفهم الآمال العريضة، لكن للأسف تحولت كل هذه الطموحات إلى مجرد أوهام. إنهم عمال التراحيل. كل 15 يوم نشتغل يومية واحدة، يعني في ال 15 يوم ديت هي يا دوبك يومية أو يوميتين. فاحنا عاوزين فرصة، عاوزين نشتغل، عاوزين ناكل عيش بس. بقالي 18 سنة واقف في الميدان، ما شفتش أيام زي دي خالص ولا هشوفها. نسبة البطالة غريبة، الناس قاعدة في الشارع مش لاقية تاكل، مش لاقيين ياكلوا. أنا 18 سنة كنت بكسب، الأيام دي بشتغل يوم في الأسبوع وعندي 4 أولاد. أجيب منين؟ عايزين نشتغل، نفسنا نشتغل، بدل ما نمد ايدينا للحرام وكده والناس تتكلم علينا. احنا عايزين نشتغل، مش عايزين حاجة تاني. ودينا جينا هنا عشان نشتغل، ما لاقيش شغل. هيا شباب ورجال كلا يبحث عن عمل، بيقعدوا بالساعات لمجرد ان حد ممكن ان هم ياخدهم كعمال تراحيل. استاذ احمد، يعني عايز ارجع لك كده واقول لك سؤالي الاول، يا ترى فعلا هل فقدتوا الامل ولا الامل موجود؟ هو الامل موجود طول ما احنا عايشين، وبعد الثوره يعني في امل كبير بعد الثوره، لان احنا شلنا النظام السابق اللي كان عامل المنظر اللي احنا شفناه دلوقتي على الشاشه. استاذ وائل عفوا. بس دلوقتي مشكله الناس ديت ومشكله شبابنا ومشكلتنا تكمن في حاجتين: المستثمر الاجنبي ووزير القوى العامه والهجره. دوت الاثنين دول لازم هم الاثنين يقعدوا مع بعض ويشوفوا هيقدموا ايه للشباب ديت. دوت بقوانينه والزامه، ودوت مستثمرين بفلوسهم، لان معلش انت بتيجي من بره تكسب على ارضنا، وفي نفس الوقت ما بتديناش حقنا، انت بتنص كمان في دمنا وفي دم شبابنا. لا لازم، لا زي ما انت بتاخد ادي. بس هو ده المطلوب من طيب يعني باشمهندس وليد، لو في عدد من الشباب قاعد بيشوفنا دلوقتي، لكن انا شايفه ان ما فيش حد اكيد ما بيقدرش يدخل دلوقتي على مواقع الالكترونيه ولا بيقدر ان هو يبحث ويصل اليكم، بس يصل اليكم ازاي لو ان هو عايز يساهم او ينضم للحركه؟ الحركه ليها اكونت على الفيسبوك باسم حركه شباب ضد البطاله. اللي عايز ينضم لنا في الحركه احنا بنوفر تدريب كويس جدا، بنحاول ان احنا نعمل اتصالات بالمسؤولين، بس انا ببلاش من خلال ده بفلوس ولا لا بنستعين في هقول لحضرتك حاجه. حزب الوفد مثلا تبنى الفكره بتاعتنا وبيساعدنا باكاديميين من عنده، الدكتور سيد البدوي والدكتور سفير نور ومقر من عنده برضه، بيساعدونا الى حد كبير جدا ان احنا نقدر نوفر تدريب للشباب.
في برضه احنا محتاجين يعني زي ما قلنا ان وزير التموين يتعاون معانا ورئيس جهاز صناعه الوزاره، عايزين برضه بقيه المسؤولين يتعاونوا معانا بشكل كويس جدا، وما نقابلش الكلمه اللي هي شرعيتك ايه. احنا بنقدم خدمه اجتماعيه لكل الناس وبنحاول ان احنا نحل مشكله كبيره جدا. وفي حته ثانيه مهمه قوي، انا بناشد كل الشباب ان احنا يا جماعه نهدى شويه. مصر مش هتتغير واحنا قاعدين في ميدان التحرير. النهارده واحنا قاعدين في ميدان التحرير بندي فرصه للناس يعني مش عايزين نقول الفاسدين، الناس اللي هم كانوا ماشيين مش كويس يفضلوا ماشيين زي ما هم. احنا لازم كل واحد فينا يغير في عمله، واللي ما عندوش عمل يبتدي يتدرب بشكل كويس جدا عشان يخش في القصه اللي جايه. ولازم ان احنا ندي فرصه لمعالي رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري فرصه عشان نشوف هيحل ايه، نشوف افكاره، نشوف هيعمل ايه. انما كده احنا بنعطل عجله الانتاج وبنعطل مسيره الانتاج. وكمان يعني خلي الشباب روح العصر السريع، وزي ما بيقولوا كده ان لسه في ناس ماشيه بتباطؤ، فعشان كده انتوا بتلاقوا انكم انتوا مش قادرين ان هم يوصلوا لكم او يتماشوا معاكم. الناس عايزه السرعه، الشباب عايز على طول الحلول وعايز التغيير في وقت قصير جدا، والوزاره والحكومه يمكن بتاخد وقت شويه علشان الامور ما بتتاخدش كده زي ما بيقولوا يعني. ما هي عايزه قرارات سويه، مش عايزه قرارات روتينيه حكوميه الروتينيه القديمه، لازم قرار سوي. دوت مثلا في هنا مثلا واحد في الوزاره مسموع عنه او عنده سامعين عنه سمع وحش ان هو مثلا يمشي على طول. يمشي قرار سوي. مفيش بقى يقول لك دلوقتي يقول لك لا احنا ما عندناش ادله قانونيه. احنا كشعب بسيط او كشاب بسيط احنا عارفين ان الراجل ده حرام، بس هنجيب عليه دليل منين؟ زي حسني مبارك هنجيب عليه دليل منين؟ لازم قرارات سويه. هي دي اللي زي مثلا رحنا قابلنا المحافظ علي عبد الرحمن عشان يدينا شباب اللي هي نوادي الشباب، مراكز الشباب تدريبات سيادتك. قال لنا حاضر وماشي، نظام بياخدنا على قد عقلنا. طب احنا ماشي، احنا صغيرين في السن بس ما احناش عيال. اللي هتقدر عليه قول هقدر اعمل كذا، مش هتقدر قول مش هقدر. لحد وقتنا هذا ما فيش. نحن في احتياج لقرارات ثورية مرة تانية علشان نقول عجلة العمل والإنتاج تمشي مرة تانية. باشمهندس وليد نورتني النهاردة، أستاذ وائل نورتني النهاردة، سعيدة بوجودكم معانا. أنا عايز أناشد المشاهدين بس بخصوص إن في اسم البرنامج الجميل طعم البيوت ده، عايزين نرجع طعم البيوت بتاع زمان، عايزين نربي ولادنا على قيمة العمل، عايزين طعم البيوت يبقى شهد زي ما كنا عايشين الأول. شكرا يا فندم. ميرسي جدا وميرسي ليك جدا، وخلينا نقول عايزين طعم البيوت فعلا يبقى موجود في بيوتنا زي ما قال باشمهندس وليد. بشكركم وانتظروني الاثنين القادم باذن الله وحلقه جديده من طعم البيوت.